السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتكم وقناتي كويزين ماما نادية. نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير وفي احسن الظروف. يوم جديد ووصفه جديده. اليوم غادي نتقاسم معكم الدنجال مشرمل في الكوكوط. كيجي مقبله من اروع ما يكون وكنقدروا نحتفظوا به في الثلاجه مده طويله. كنتمنى الوصفه تعجبكم، وإلا عجبتكم ما تنسونيش من لايك واشتراك في القناه والضغط على الجرس ليصلكم كل جديد. يلا ندوزوا للمقادير مع طريقه التحضير. بسم الله على بركة الله. خديت كيلو ديال الدنجال. خديت الدنجال هذا الصغير هذا وغسلته من قبل ونشفته. غادي نقي ليه الجناب ديالو على هذا الشكل هذا، وغادي نقص من الفوق ديالو. وكما كتعرفوا البنات راه الدنجال كيكون فيه واحد الشويكات من الفوق، غادي نحيدهم بالموس بحال هكايا. غادي نجرهم مزيان مزيان مزيان، وغادي نمسح الدنجال على هذا الشكل هذا. صافي غادي ندوزو للشرموله. شرموله في واحد البول خديت القزبر ومعدنوس، وغادي نزيد 3 الفصوصه ديال الثومه والتوابل اللي غادي نحتاجو فيها: البابريكا، القزبر يابس، السودانيه، راس معلقه ديال الفلفل الاسود، سكينجبير، الكمون. صافي غادي نضيف الملحه حسب الذوق. غادي نضيف معلقه ديال صلصه الطماطم، ولا ما عندكمش ضيفوا معلقه ديال الطماطم مصبره. وغادي نخلط بين زيت الزيتون وزيت النباتيه، ولا بغيتو ديروا غير زيت الزيتون زيدوا. غادي نضيف واحد 2 المعالق ديال الخل اللي كيخليه لينا كنحتفظوا به مده طويله. صافي غادي نخلط المكونات مزيان مزيان حتى غادي يندمجوا. وغادي ناخذ الدنجال، غادي نقسمو على 4 على هذا الشكل هذا. ما نوصلوش البنات حتى لتحت، ما نقسموش حتى لتحت. صافي غادي نبدا ندخل فيه الشرموله اللي وجدت معكم من قبل مزيان مزيان على هذا الشكل هذا. وغادي نوضعوه في الطنجره ديال الضغط. غير جربوا البنات هاد المقبله كتجي لذيذه لذيذه، كنقدموها مع الاطباق الرئيسيه ديالنا. غنحاول ندخل فيه الشرموله مزيان مزيان. صافي الشرموله اللي غتبقى لينا غادي نزيد عليها واحد 4 كاس ديال الماء، نص كاس ما كاملش البنات. غادي اللي غادي نوضعها فوق الدنجال. وغادي نزيد واحد الخويط ديال زيت الزيتون ونسد على الكوكوط. من غادي تبدا تصفر غادي نحسب ليها 10، نقص عليها النار وغادي نحسب ليها 10 دقائق. وغادي نطفي عليها، والى لقيتو مازال ما طابش غادي نسد عليها 5 دقائق. وهذا هو الشكل النهائي ديال المقبله اللي وجدت معكم ديال الدنجال مشرمل في الكوكوط. كيجي واقف المريقه ديالو مريقه خاطره، كيجي من اروع ما يكون. كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم، ولا عجبكم ما تنسونيش من دعواتكم الزوينه. وما بقى لي الا نقول لكم دمتم في رعايه الله، والى اللقاء في وصفه قادمه ان شاء الله.